يقولش لا. عادي جدا ما يقولش لا. عادي جدا ما يقولش لا. وبركاته، ازيكم يا احباب؟ عاملين ايه؟ انا النهارده في فيديو جديد. النهارده هنعمل اكله انا بحبها وهي فراخ كنتاكي. طبعا هعمل كل سلو كمان اللي انا بحبه. كنتاكي صح يا احمد؟ هقول لكم بقى على المكونات: كرنب احمر، كرنب اخضر، جزر، ربع كوبايه ليمون، ربع كوبايه خل، زبادي مع كوبايه زبادي، وكوبايه كامله من اللبن. طبعا دي بقى ايه؟ مايونيز. ده لازم يتحط لكل سلو. ناخد قد ايه مايونيز يا احمد؟ كوبايه كامله لازم تتحط. ودول بقى اللي عايز يحطهم يحطوا، بس احنا بنحب نحط. تمام. اما بالنسبه للفراخ فاحنا هنسلق الفراخ لمده 10 دقايق بس على النار. بعد كده هنجيب بولتين، كل بوله هنحط فيها زي التانية بالظبط. هنحط ايه؟ كوبايه دقيق. البهارات بتاعتنا الطبقين زي بعض بالظبط، مش هيفرقوا ابدا عن بعض. دي هنا كوبايه دقيق وكوبايه دقيق. والمكونات هنا فلفل اسود. يلا يا مصطفى مكونات. معانا فلفل اسود، زعتر، توم باودر، بصل باودر، كاري، ايه ده يا جماعه؟ بابريكا وملح. ده البابريكا وده الكاري. نفس الحكايه الطبق التاني. بالنسبه هنوريكم دلوقتي قبل واحنا بنعمل، بس دلوقتي هبتدي بالسلطه الكول سلو. هاتي احمد الطبق. طيب، كوبايه اللبن. كوبايه اللبن دي عليها معلقه سكر، ونحط الليمون ربع كوبايه، معلقتين خل، طبعا الزبادي، اي زبادي متاح عندنا، لازم تبقى كوبايه. في ناس بتحط عسل نحل، بس هي الافضل انها تبقى باللبن عليه سكر. مايونيز يا مصطفى، مايونيز. طب ده هنعمل معيار. احنا قلنا كوبايه، بس الكوبايه دي ازاي؟ مايوعات الكوبايه ممكن تبقى كده نص كوبايه، يعني لازم نركز. طيب وبعد المايونيز حط بقى يا احمد السلطه. حط بقى كله ورا بعضه كده ولا كله ورا بعض. اهو. بسم الله. حاجه تتعمل لشباب وحيش ممنوع. حط كله كمان الجزر. حط بس كده بس. خلاص خلاص كده كفايه قوي. ممكن نحط تاني الكرنب لندن ولا؟ خلاص كده قلبناها كده بقت كويسه جدا. يعني كده ممكن ناكلها عادي. اوكي تمام. نروح بقى ايه؟ نيجي للفراخ. نروح بقى للفراخ. اوكي يلا. لا احمد كده. بسم الله. شباب طبعا دلوقتي هنعمل خلطه الكنتاكي. طبعا زي ما انتم شايفين معانا بولتين. البولتين نفس النظام، يعني هنا كل المقادير زي بعض بالظبط كده. هنحط هنا كوبايه دي. يلا يا احمد. يلا يا مصطفى. هنا كوبايه دي، هنا كوبايه دي، وهنا كوبايه دي. وكوبايه دي. حطوا طيب. بالظبط كده. بعد كده البهارات اللي قلنا عليها كلها. البهارات يلا حط. يلا يا قلناها قلناها في الاول حبيبي. تمام. بعد كده الحاجه الوحيده اللي احنا هنا بقى مصطفى البوله بتاعته هتختلف. هنحط بيكنج باودر، معلقه بيكنج باودر، معلقه بالظبط، ومعلقتين نشا. برافو صح، معلقتين نشا. طبعا بقى احمد هيحط لي البقسماط، واحمد كوبايه بقسماط طبعا هنا.
محمد عشان بقى ايه يعني يعملها. ثواني بس، ثواني ما نخلص بتاعتك الاول. يلا يا خلاص كده كفايه. تمام. هنحط هنا كوبايه بقسماط كمان. يبقى كده مصطفى زياده 3 مكونات: النشا والبيكنج باودر طبعا هنا بقى والبقسماط. حط ميه. هنا هنزودها ميه هتبقى عامله زي سمك الكيكه. كفايه. يلا قلب. نبدا بقى نقلب يا شباب. يلا قلب. انا طبعا عندي التقليب هيكون اسهل لان عندي ميه، فبالتالي ايه مش شايل حاجه. طبعا زي ما قلت لكم الفراخ نكون سلقينها لمده 10 دقايق. هوريكم دلوقتي هنعمل. ورجعنا لكم تاني يا شباب. طبعا زي ما انتم شايفين ده الشكل النهائي. طبعا ده جميل جدا، تدوقوا يعني جميل جدا. طبعا لو حطيت عليه كاتشب هيبقى احلى، موزاريلا يعني مايونيز، الحاجات دي بطاطس محمره هتبقى جامد جدا. طبعا زي ما انتم شايفين يعني بص لو خدت كده حته اهي مقرمشه. على فكره هي مقرمشه على طول، وعلى طول ماما بتعملها حلوه كده. وقبل ما ننهي طبعا بقى قبل ما ننهي اي حاجه، اللايك وسبسكرايب واحلى كومنت. باي.